صحيت الصبح، فطرت، فتحت اللاب عشان اشتغل، فلقيت صاحبي بيقول لي احنا عاوزين صورة روبوت بيشرب قهوة للاعلان. قلت له عينيا، ثواني وهعملها لك. دخلت ظبطت البرومت وحطيته على الاي اي، ولسه بضغط سن لقيته بيقول لي التوكنز خلص. قلت لا، كده كتير ومش هسكت ولازم الاقي الحل. قعدت ادور وافهم المواقع دي بتشتغل ازاي لحد ما وصلت للحل. كوباية شاي الجميلة، تعال احكيلك. ببساطة أي رسالة بتبعتها لل AI بتعدي في رحلة أكواد وموديل واستهلاك طاقة وليلة كبيرة زي ما قلنا قبل كده، وفي الآخر بيطلع لك النتيجة. فقلت طالما أكواد يبقى دي لعبتي. بعد سيرش بسيط لقيت موقع سحري هديله الكود ويديلي النتيجة من غير أي توكن. دلوقتي في حد يقول لي كود ايه يا عم، وجع دماغ، انا ماليش في الكلام ده. وانا هقول لك معاك حق، انك مش محتاج تفهم الكود اصلا، والاهم من كده انت اللي هتتحكم في الموديل اللي يناسبك وجودة الصورة والنتيجة اللي عايزها كمان. وانا مجهز لك افضل موديل مجربه وبيدي نتائج اقوى من اغلب المواقع اللي بتدفع فيها فلوس. دلوقتي تعال نشوف خطوة بخطوة ازاي تشغل ده بنفسك من غير اي تعقيد، حتى لو اول مرة تعمل كده. هتفتح جوجل وتكتب في السيرش جوجل كولاب، هيظهر لك اول موقع هتخش عليه. بعد كده تعمل نيو نوت بوك، وقبل ما تعمل اي حاجة خالص هتخش على ران تايم، تختار تشينج ران تايم تايب وتختار الجي بي يو. اول حاجه هتكتبها هنا، انا سايب لك تحت الفيديو ملف فيه كل الخطوات وكل الاكواد اللي هنكتبها في الفيديو. فاول حاجه عمل المكتبات دي، والسطر ده معناه بكل اختصار جهز لي البيئه اللي هتخلي الاي اي يحول لي الكلام لصوره. بعد ما الكود ده اشتغل هتشغل الكود ده. الكود ده فيه اكواد انت مش مضطر تفهمها كلها، انت بس اللي عليك هتفهم حاجتين. اول حاجه ان ده السطر بتاع الموديل وده السطر بتاع البرومت. ده مثلا موديل ضعيف شويه في توليد الصوت، تعال نشوف يشتغل ازاي. والبرومت انا كاتبه هنا، وهنعمل رن ونشوف النتيجه. A few moments later. هتخش على الفايلز اللي على الشمال وهتلاقي نتيجة ملفاتك هنا. الملف الأول طلع اهو، هنحمله ونفتحه نشوف النتيجة. النتيجة اهي. عشان الموديل ضعيف والبرومت مش قوي فالنتيجة ضعيف. تعالى مثلا نغير الكود بحيث يكون فيه برومت قوي. هنخش على ميتا برومت ونكتب له اللي احنا عاوزينه وناخد منه البرومت. خدناه وهنحطه في خانة البرومت في الكود ونعمل رن. نستنى برضه نشوف النتيجة. 2000 years. النتيجة اهي، ريزلت 2. تعالى بقى نجرب موديل قوي ونفس البرومت. قلت اهي، حملها ونشوف النتيجة. والنتيجة أقوى واحدة فيهم. في الآخر ممكن حد يستثقل الطريقة ويقول يا عم هستنى لما التوكنز تتجدد وخلاص، بس أنا مش جاي أقول لك اعتمدها في كل شغلك ولا تبقى هي الطريقة الأساسية ليك. دي طريقة لو مرة وقفت معاك حاجة وعطلت أو مش لاقي حل وقتها، ساعتها بدل ما تستنى وتوقف شغلك كأنك فتحت لنفسك طريق تاني ومشيت فيه. وبكده ما بقيتش مستخدم بس، لأ ده أنت بقيت فاهم إزاي الدنيا شغالة من جوه.